انا جوه واحنا قاعدين، كل ما يقول لي حاجه اقول له صح. مظبوط. كريستيانو رونالدو عنده حق، اقول له عنده حق صح. ليه هو شاف ايه؟ لا ده شايف، تصدق بيقول كريستيانو. تصدق ويقول لك قلت كده؟ او المصحف جوه قال لي كده. كده اهدى بس اهدى، انت كل شويه بتقول بغير كلامي، انت بتغير كلامك يعني. ايوه جوه حاجه وهنا هو حاجه. اللعيب ده الحركه اللي عملها كريستيانو في الماتش تقصد؟ بص كريستيانو ده لعيب ذكي جدا ولعيب مثقف جدا وما يغلطش بسهوله، فعشان يوصل لحاجه زي كده اكيد في حاجه وجعته قوي. ميسي ايه هو؟ ايوه هم قالوا ميسي، دي وجعته. وانت كنت موجود؟ لا هو الاستاذ محمد شبانه اللي كلها قال. قالت كده. لا قول له الاخبار قالت اللي اتنقلت من الملعب انه كان بيهتفوا، يعني ده السي ان ان قال كده. ما هي دي الحاجه توجعه والله بجد. مستحيل. قالوا كده، قالوا ان هم قعدوا يقولوا ميسي انت عارف دايما كانوا الاثنين هو وميسي نار ونقير. مظبوط. فمهما اتقال انت تقبل إن لا بس لو هي على قد ميسي لا يبقى غلطان، بس لا لو على قد ميسي بس اكيد لا. حتى لو شتموه. لا انا عن نفسي انا لو اتشتمت في الملعب هرد على طول. لو اتشتمت في الملعب اصل ما حدش احسن مني ولا احسن من حد. بس انت هتوقف بقى. مش مفترض تخش في سجال مع الجمهور. وانا الجمهور يشتمني ليه اصلا؟ امال انت اسمك لعيب محترف ازاي؟ لحظه بس. الجمهور ده كام واحد؟ الجمهور ده كام واحد؟ ان شاء الله واحد بس. لا الاف. خليه واحد. هنفترض خرج عن النصوص 20 واحد او 10. تمام. ما ينفعش لا انا يعني ممكن اعدي مره اولانيه، مره ثانيه لا، مره ثانيه ممكن اموت. في مراقب ماتش والله العظيم اصل مش احسن مني. ليه هو لو في الجمهور شتمك مش معناه انه احسن منك. ده خلل في ادراكه. يعني اللي بيشتم ده مش معناه ان هو شاطر ولا احسن حاجه. طب خلاص خليه انا كمان خلل في ادراك انا كمان. انما ده خليه خلل في ادراك. انت لعيب واسم. انا واحد من الناس كده. يعني انت عندك ادراك في خلل ازاي؟ انت لعيب كبير كنت وبتلعب في الملعب، عندك ثبات انفعالي. مش هستحمل حد يعمل معايا كده، يعمل لي كده. ايوه حد ممكن يبقى في الملعب، حد يشتمك في الملب من زمايلك من لعيب الفريق، انما الجماهير دي لا بترد عليه وانتوا اتنين تخشوا في صدام او ما. انما الجمهور وارد ان يبقى فيه ناس، لا انت بتتكلم في الاف الناس قاعده في الجمهور. افرض واحد ما عندوش اخلاق، اتنين ما عندوش اللي بيتكلم كده ما ده يعني مثلا شتم صلاح وما في عملش الدوري حاجه. الانجليزي لما الجمهور بيتطاول عليه او عنصريه او صلاح بيرد؟ ما بيردش. بس ايه اللي بيحصل؟ بيبقى في رد فعل، في عقوبه للي عمل ده في عقوبه اوكي، ده بيجيبوه من قفاه لو في، ويقول لك ده ما يخشش الاستاد 3 سنين مثلا. حصل عندنا في مصر كده؟ ده لسه لا في مصر لا انا مش على مصر، بتكلم على كريستيانو. انا بتكلم على نفسي انا دلوقتي. تقول انت اتشتمت في الملعب، انا بتكلم على واقعة كريستيانو دلوقتي. انت معاها ولا ضدها؟ حتى لو حصل تطاول. لا تطاول انا ابقى معاه فيها بالشكل ده. في ملعب في فيديو بيشوفوا ملايين في البيوت وستات وبنات ورجاله واطفال. خد بالك كريستيانو رمز وقدوه، يعني انت خد بالك في حاجات كتير. يعني انت كبشير بتابع دلوقتي على الشاشه، تمام، انت في الاخر مش مجرد بتطلع تحلل بس، مظبوط، انت قدوه. حلو قوي. لان لو حد دلوقتي شاب عنده 12 سنه 15 سنه 16 سنه هو ومبسوط من كلامك، فجاه بيبقى انت لسان حاله وانت بتاثر عليه. تمام. بمرور الوقت حلقه في الثانيه. فالكلمه عشان كده الكلمه ايه؟ حساب. لا حساب. مظبوط. فبنبقى عاملين حساب كده، خد بالك يعني. فكريستيانو قدوه كبيره. يعني هل النهارده اي واحد يتطاول على واحد يعمل له الحركه دي؟ يعني هل احنا نقول ان ده المنطق؟ يعني ما كان في حد بيطلع شتام او لعان او بتاع والناس ما بتردش، هل معناها ان الناس دي ضعيفه او جبانه او ده او ما ينفعش ترد عشان ده غير لائق؟ امال معناها ايه؟ والقانون ياخد مجراه. انا مش عارف معناها ايه بالنسبه لكم. معناها ان انا نجم لازم امسك اللي لو حد شتم اخطا، ده مساله كلنا متفقين، ما ردش عليه كده، ما حدش فينا يقول لا. وبعدين انما في مراقب، في شرايط مباراه، في لجنه اسمها انضباط او لجنه مسابقات بتاخد العقوبه. زي ماتش مثلا الاسماعيلي اللي فات. يعني دلوقتي في الدوري المصري مثلا ولا عند كريستيانو عشان بس لا زي بديك مثال قريب من الناس يعني. تمام. ماتش الاسماعيلي لما علقوا يافطه للزمالك وقال لك كذا وحصل كذا كذا، ايه اللي حصل؟ العقوبات. كان ممكن لعيبه الزمالك تهيج وتتخانق بالمنطق ده. هو ما خصوش حد. لا تتعاقبوا. لا هم ما خصوش حد. منعوا فوق ال 2000 واحد من الدخول وقال لك لو اتكررت هيبقى ماتشين بدون جمهور وغرامه ماليه. اسكت. طب لو لعيب من الزمالك بقى خد نفس المنهج. لا ما انا كده اسكت اهو بقى. وقال لك انا لا اسمح ان حد يقول على النادي بتاعي كده. هو ممكن يقول كده في حاله لو الناس ما اخدتش قرار ضد الناس اللي هي اخطات دي. ما احنا لسه ما كناش نعرف ده كريستيانو عمل الحركه دي في الملعب. يعني دول الناس بعد الماتش هو كسبان كمان 3-2. ده امتى الكلام ده بقى؟
امبارح ماتش الشباب، امبارح ماتش الشباب النصر وهو والشباب جاب هو الجول في اخر كسبان. دقيقه، كان 2-2. يبقى ده نتيجه لضغوط قبل كده مستحيل. ضغوط ايه؟ واحد بالمليارات وهو دي. عشان كريستيانو انت عايز تبرر أنا عارف. له؟ لا مش عشان كده، عشان الراجل ده بنتفرج عليه بقالنا كتير قوي. طب وماله؟ لا, لا عملها قبل كده في اليوفنتوس واتلتيكو اتعاقب في دوري ابطال اوروبا. اليوفنتوس واتلتيكو 2019 5 سنين صح؟ 20,000 يورو. اللي انا اقصد كابتن ان النوعيه اللي زي دي عشان احنا بنتفرج عليها ومركزين معاها على طول، فاحنا ما شفناش حاجه، مثلا ما شفناش حاجه كتير، حصل مشاكل كتير زي بعض متكرره، فعشان كده انت بتتكلم عشان يطلع يخرج على النص اكيد في حاجه، يعني احنا بنتفرج في التلفزيون مش عارفين ايه اللي بيحصل في الملعب او اتقال له ايه، فحاجه وجعته قوي. ما تقوليش ميسي مش ميسي، لا الكلام ده مش مظبوط خالص. امال ايه يعني؟ هيشتموه بابوه وامه هيزعل؟ ما الحاجات دي يعني بقى اكيد ميسي وجعته. ازاي؟ ما كل واحد عنده ابوه وامه، دول حاجه ثانيه خالص. يعني هو عمره ما اتشتم في ال 40 سنه دول؟ مش عارفين هو اتقال له ايه. انت يا كابتن انا اتشتمت ب 100,000 في الاستاد. انت كنت بتسمع الجليد اكيد. ايوه لا بسمع، بس هعمل لهم ايه؟ ايه؟ انت تطول عليك احيانا من الجمهور في هتعمل لهم ايه يا بشير؟ هترد عليهم؟ هل انت كنت ما تقدرش. انا لو انا ركزت مع حد وشفته والله ما كنت اسيبه، هياكلوك. لكن انا مش عارف كتير، مش شايف حد معين. لا بس انت في الاخر بتمثل نادي طبعا كبير طبعا، وزي ما قلت لك انت قدوه، وانت برضه عليك مسؤوليه طبعا وكل الكلام زي ما بيشتموك هيحيوك. وبتترك للجنه المسابقات والاتحاد اللي بينظم حلو فرض العقوبه. ده كلام مظبوط. لكن هل ينفع وانت نجم بحجم كريستيانو؟ يعني لا المفترض كمان المسؤوليه اكبر لانه كريستيانو طبعا. يعني لو لعيب مش معروف عادي ما حدش ياخد باله، ولا كنا خدنا الخبر، ما حدش ياخد باله لانه كريستيانو. بالظبط. صح. الدوري السعودي بقى لجنه الانضباط هتاخد قرار بكره او بعده، والكلام كله انه هيتم ايقافه ماتشين على الاقل مع غرامه ماليه. طبعا. ما هو لو ماتشين يبقى هو مثلا عنده حق في اللي هو عمله. اصل واحد يعمل الموقف ده، لا هي دي يا شد يا ترحيل على طول. مش ما تدافعش عن الغلط يا بشير. لا ايه؟ هو انا بقول ايه؟ بتقول تقول ايه؟ يا جدع ده محمد صلاح بيتحاسب على التويته بالتويته مش الحركه. وانا بقول ايه وانت بتقول ايه؟ طيب انا بقول الراجل لو الموقف ده مظبوط كده يا يتشطب يا يتوقف، ما يلعبش كوره تاني. مين يتشطب؟ هو كريستيانو. لا هو هياخد عقاب هياخد عقوبه الخطا. طب عقوبه الخطا والخطا ده عقوبه ماتشين؟ لا انا بقول دي تسريبات يا بص، ده القرار لسه تسريبات. انت فهمتني غلط بس عبد الجليل. لكن هل معنى انه بيلعب في الدوري السعودي هو كريستيانو يعمل اللي هو عايزه؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. في رولز وفي اصول ليك وعليك. صح ولا غلط؟ لا طبعا صح. وانت كمان الرولز دي انت بتلعب في دوري كمان، خد بالك ليه طباعه الخاصه شويه. في دوله لها طباع ولها تقاليد ولها عقيده ولها دينها، صح ولا غلط؟ اللي بيرمش هناك انت تعرف يا كابتن ان الجمهور بيترحل على طول ما كان هو مين. ايوه بس لا مش ده الماشينه دي بترفضها كل ده مشروع بصراحه، لكن في الاخر هو لا يجوز. فانت مع العقوبه ولا مش مع العقوبه؟ العقوبه ليه؟ وات ايفر، مع انه يتعاقب ولا لا؟ ما نعرفش لسه ايه. والله بقى هو لو كان اخطا يتعاقب. ده طبعا وهي كان اخطا. هاتوا لنا يا جماعه اللي يمكن بيشير التابع ما شافش. لا انت حاطط عليها شفتها. انت مش فاهم يا عبد الجليل. انا عايز اقول يا عبد الجليل فمش واصل لك او مش عارف اوصل لك. عبد الجليل انا بقول الراجل ده عشان يعمل حاجه زي كده اكيد لا في حاجه. انا معاك ان في حاجه ضايقته. ما انا بني ادم قوي. انسان يا جدعان بحس. طب وماله؟ خرجت عن شعورك اتعاقب. طيب خلاص ماشي. هو داخل السينما حد ضايقه يا جدعان؟ ماتش ده بقاله 1000 سنه بيلعب ماتشات. ما ياما ما اتشتم مثلا فاتح لي بيته مثلا عشان يشتمه والكلام ده كله، او مثلا يتطاول عليه. مش واخد فلوس ان هو شغال محترف. ما ده شغله. فلوس من مين؟ من النادي. لا هو واخد فلوس مش عشان يتهان ويتقلل منه. ما هو انت الشغل يا ابني بتاعك ككوره ده الفيديو هتتهان وهتتصاب الحركه يعني. ما كانش السي ان ان وصفوا لتصرف ماشين، ما كانش مشين، ما كانش هو مشين ما شافهاش. طب بص يا بيش هيعمل ايه؟ بص يا عبد الجليل، بص بيعمل ايه؟ طيب خلاص ما احنا عارفين، هو شفنا جوه عبد الجليل. ايه وانت راضي على الحركه دي؟ وانا بقول لك ليه يا راجل؟ ده اللي بيقتل بيسالوه انت قتلت ليه؟ انت قتلت ليه؟ هو قتل خلاص، قتل يعني خلاص هيتعدم. بيسالوه انت قتلت ليه؟ بيسمعوه يا سيدي. ما هيسمعوه كل حاجه، هيسمعوه بس هيتعاقب يعني. يعني انت لو اخطا هيتعاقب. انت مهما كان اسم اللعيب في الدوري السعودي او المصري او في اي دوري، مهما كان اسمه لما يغلط يتعاقب طبعا. دي العداله طبعا، ودي الميزان الواحد طبعا. بس اسمع منه برضه. الله اعلم، ده قصتهم. والدوري السعودي النهارده بقى فيه نجوم كبار، مش بس كريستيانو. انت عندك بس هو اكبر واحد. طب وماله؟ اكبر نجم وكلنا بنحبه على فكره. طبعا. وكلنا بنقدره. لما زيدان كل ما تكبر لما زيدان مسؤوليه اكبر. ضرب ماترازي بدماغه. طلع قال ايه زيدان بعد الكلام العنصريه؟ لا نتكلم على اخته عشان نتكلم على اخته. خلاص العنصريه الحاجات دي الاخت. هو كلنا غلطناه. ولما سمعت بقى ان زيدان هو عمل كده ليه؟ لا برضه غلطته. هو خسر بلده كاس عالم ساعتها. بص دي وجهه نظرك انت، حقك،
ممكن تكون مظبوطه، ممكن لو تكون انا بره في الشارع وحد كده انا اكله واموته، انما انا في ملعب وشغل لازم ابقى وايه الفرق محترف. بقى؟ ايه الفرق يا ريس؟ ما هو الفرق ان المبدأ انا موجود. حلو، ما هو المبدأ ان موجود. انا بره الفرق انا ايوه قول له انت الفرق. الفرق ان ده مدرج كوره في الاف البشر، ممكن 2 يخرجوا على النص، ممكن 5 يخرجوا على النص، ممكن 10 20 50. ما تحاسبش الناس في البيوت والناس في المقاهي ودوري متشاف جدا وانت نجم كبير جدا كل الناس متابعاك وتقوم عامل حركه كل الناس شافتها واستاءت. انما لو انت في الشارع وحد تطاول عليك منك تاخد ليه بقى؟ موقف منك ليه. انما ده في التلفزيون وما تنساش كده. يعني هقول لك على حاجه، مش انت ليك زوجه واولاد وانا ليا زوجه كلنا هل تقبل يتفرجوا على الحركات دي؟ لا طبعا يعني، بس ده قصدي بقى. هو يتحاسب انا برضه على بني ادم، برضه بني ادم. وكلما زاد شأن اللاعب كلما ما كانت العقوبه اكبر، لانه هو قدوه كبيره جدا. خد كريستيانو نجم كبير ونجم لقدره، وكريستيانو كمان عن ميسي. خد بالك في المنطقه العربيه بتاعتنا كريستيانو كمان بالذات احنا يوم اقرب لنا، اقرب لنا لانه هو بيتعاطف معانا في كل قضايانا. هو الراجل وهو شبهنا يعني. كريستيانو كريستيانو حتى البرتغاليين انت عارف شبهنا يعني، طبعا متعاطف معانا وانا بحبه كابتن عشان بيجتهد.